السلام عليكم حبيباتي. النهارده بقى هنعمل كيكه بالسفنج، اقتصاديه وطعم خطير. لانه لما بقولك اعملي كيكه حطي قشر السفنج مع خليط الكيك. انا بقى هحط لكم السفنج كله مع خليط الكيك وهعمل بيه احلى كيكه. بس في سفنج بقى صغير من كده، ده بتاع الشويبس يا جماعه. شركه الشويبس بتستخدمه العصير، يعني ده كله ميه وطعم وريحه. فهنضربها في الخلاط واخد الميه بتاعتها واعمل لكم كيكه ازاي. يا رب تعجبكم. بصي يا جماعه، ده بتاخد في الخلاط اهو بنص كوبايه ميه، وهصفيه وارجع لكم تاني واخد منه العصير بتاعه. وده كان كده بديل اللبن. انا كده مش هحط، انا هحط كوبايه عصير سفنجي وهشتغل بقى في الكيكه عادي نفس المقادير بتاعت الكيكه عادي. بس استبدلت اللبن بكوبايه سفنجي. هنشوف وهنكمل ومعاكم. انا صفيت اهو العصير. بصي القش بتاع السفنجي ده انا لو عايزه اخد منه حبه بديل الفانيليا، هو كده كده خد الطعم وخد الريحه وخد كل حاجه. وادي العصير اللي هشتغل بيه اهو، هحطه في كوبايه عشان المقدار وهرجع لكم تاني. ممكن اخد حبه قش السفنجي المضروب في الخلاط ده واحط مع العجين كده يبقى احلى فانيليا واحلى سفنجي. شويه وهرجع لكم. بس اخدت كوبايه عصير سفنجي اللي انا ضربته بربع كوبايه ميه او نص كوبايه ميه زي ما انت عايزه. قطعته بالقش بتاعه عشان هو صغير كده. وده المكون بتاع السحر النهارده. السفنجي يا جماعه ده بتاع الشويبس اصلا. شركات الشويبس ما بتشتغلش الا لان طبعا ريحه نفاذه وعصير بيته كتيره، والقشه بتاعته لما بتدي ريحه حلوه قوي في العصير وفي الكيك. عشان كده بيقول لك بتعملي كيكه خدي القش بتاع السفنجي، ما قالكيش خدي قش البرتقال بمره. انا ضربت كده 4 حبات سفنجي زي دول بنص كوبايه ميه وخدت العصير بتاعها. وكده بقى مقادير الكيكه: كوبايه عصير سفنجي، وكوبايه ربع سكر، كوبايه ربع زيت، وبيضتين، ودي حسب الحاجه. عايزه في زي ما عودتكم كوبايه وربع دقيق على على معلقه صغيره بيكنج باودر على رشه ملح. وهنشتغل لو عايزه دقيق هتدي ده زياده عشان لو احتجت ساعه العجن. انا كده هضرب بقى كل المكونات دي في الخلاط. طبعا الخلاط قال ايه بفتح العصير، انا ما غسلتوش. بفتح العصير بتاعه اللي كنت عاملاه هحط المكونات. دي كوبايه العصير، وادي السكر، وادي الزيت. هيطلع خطيره والله يا جماعه، وطعمها تحفه وصفرة من جوه طبعا لان السفنج اصلا لونه كده طبيعي. هحط البيض كمان، بيضتين طبعا. ادي بيضه، ادي بيضه. هتطلع والله طعمها تحفه تحفه يا جماعه. يا رب تعجبكم بس ان شاء الله. وحسب المكونات وهرجع لكم. بس يا جماعه ضربت المكونات اللي هي كوبايه العصير السفنجي مع 2 بيضه، كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع زيت، وبالتين. ده كده المقادير العاديه. بس انا طبعا التكه بتاعتي ان انا حطيت كوبايه عصير سفنجي طبعا مركز لان السفنجي طبيعي يعني روائح كلها والزيوت تحفه. والله يا جماعه خدوا مني التكات دي ومش هتخسروا وجربوا. دي طبعا زي ما انا عودتكم الكيكه هي كوبايه وربع دقيق. وانا طبعا حطيت اوريدي رشه ملح ومعلقه مليانه بيكنج باودر صغيره. طبعا دي مع استمر في الضرب بتنعم الكيكه وبتديها هوا وبتخليها تنفش تبقى جميله. كده هحط بس المكونات على العجين على الدقيق وهنزل. هرجع لكم تاني. بس يا حبايبي انا فضلت احط دقيق لغايه ما حسيت القوام بتاعها تمام مظبوط. بصوا حركه نزله الدقيق دي انا عايزه اوريها لكم بس تعرفوا امتى توقفوا الدقيق. شايفين رايحه جايه ازاي من غير ما اهز ايدي اهي. دي معناها انت بتقول لك كده الدقيق كام تمام، ما تحطيش تاني. يعني انا كده خلاص عرفت القوام بتاع الكيكه. لما بتبتدي ينزل كده سلس يبقاش زي الخيط رفيع او نازل تقيل، لا هو كده حلو قوي عشان لما يخش الكيك ينفش معايا. بصوا بقى العجينه بقت ناعمه وحلوه ازاي. ولا الريحه يا جماعه والله السفنج فيها ريحه تحفه. ان شاء الله تعجبكم باذنك يا رب. هحطها بقى في الصينيه وهخبزها وارجع لكم. بصوا يا جماعه الكيكه استوت اهي، طالعه هشه والنفشه بتاعتها تحفه تحفه جميله. ولو دقتوها يا جماعه يعني صراحه هتعجبكم. اعملوا ام حسام والله انا بقول تكات محدش هيقولها غيري. لما تعملوها يا ريت تصوروها لي وتقولوا ايه رايكم وادعوا لي بدعوه حلوه. عايزاكم تقولوا لي اسلم ايديك يا ام حسام وتقولوا ايه رايكم في الكيكه الحلوه دي ومش مكلفه. يلا حبيبي السلام عليكم.